صراحة يعني أنا إذا جينا سألنا كل إنسان يسأل نفسه، بصلاتك عم تذكر عم تدعي؟ والدعاء سهام القدر، الله عز وجل بيده كل شيء، قادر على الانتقام وقادر على نصرهم، وإن الله على نصرهم لقدير. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، امرأة سألته قالت يا رسول الله متى تنتهي الحرب؟ كانوا بحرب. قال عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا القرآن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا بنعمة بسبب شو؟ بسبب حسبنا الله ونعم الوكيل. سخرت هيك شي ليلة أنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة، تحتسب عند الله ما يحصل؟ ما عم بتسخر. ليش؟ يوم الجمعة والدروس والمواعظ جعلت لحتى نتذكر ما نسينا، لحتى نعود إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك للأسف إذا عرف السبب بطل العجب. شو الأسباب؟ ليش بعاد؟ لأنه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نحن عم نتبع الأهواء، نرجع إلى الله عند المصائب. بيمرض ولد، بيمرض حدا مننا، بنركض إلى الله بالسجود والدعاء. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. مثل واحد عم أقول له ليه ما بتصلي؟ قال إذا جبت 80 بالامتحانات بدي يصير صلي. واحد من الشباب. ومن الناس من يعبد الله على حرف. شو أنت عم تشارط الله؟ قال إذا جاب بالامتحانات هالقد بده يصير يصلي. هذا فرض، هذه الصلاة الله عز وجل مش جاي شيء منك، أهداك هي هدية عظيمة في شهر رجب، في معراج رسول الله بمكان لم يصل إليه ولن يصل إليه بشر قبل ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون هذه الصلاة صلة بينك وبينه. أما أنت قاطع الصلة بينك وبينه، ما تقول شو عم بصيبني، ليش بدنا نصلي؟ أقم الصلاة لذكري، لأنك بذكر الله ترتفع. المؤمن يفتخر بنفسه لما يصلي. علامة المؤمن إذا ذكر ربه افتخر، أنا إلي رب كريم أكرمني بكذا وكذا وكذا. وإذا ذكر نفسه احتقر، مين أنا لولا فضل الله علي لم أكن شيئا. الله عز وجل هو اللي حركني جسمي لأنزل صلي الفجر، هو اللي خليني أنزل تحت الشتاء لأنزل صلي الفجر، هو اللي فضلني عن كثير من النيام الغافلين في هذه الأوقات. فمش الهدف أنا أنه يعني قال سئل أحد الصالحين أيهما أشد على النفس، فعل الطاعات ولا ترك المنهيات المحرمات؟